السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة أول يوم فطار في رمضان، كل سنة وانتم طيبين. طبعا عملت الكنافة اللي انتم شايفينها دي بطريقة سهلة جدا، وكمان طعمها مش عايزة أقول لكم روعة بجد. طبعا يا جماعة معلومة مهمة جدا، عشان تطلع معاك الكنافة مظبوطة لازم الشربات بارد وهي تكون باردة، يعني لازم اتنين بارد في بارد كده علشان تطلع مش معجنة وتطلع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا يا جماعة فضلت أقرر أعمل ايه فطار في أول يوم في رمضان. جه في بالي طبعا مكرونه بشاميل وجلاش وحاجات كتيره جدا بصراحه، فقررت في الاخر اعمل محشي وبط وممبار وسلطه بقى والحاجات اللي انتوا شايفينها دي. حلاوتها يا جماعه وبساطتها، طبعا رمضان طبعا مش اكل وشرب بس، لازم يا جماعه نصلي ولازم نقرا قران، وعلى قد ما نقدر يعني على قد ما نقدر يا جماعة نصوم ونصلي ونقرا قرآن كده عشان نرضي ربنا. تمام. لو أول مرة تشوف قناتي انزلوا اشتركوا فيها وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم إشعارات بالحاجات اللي بنزلها، وكمان تعملوا لايك للفيديو، واستنونا إن شاء الله فيديوهات كتيرة جدا. باي باي.